قاعد دلوقتي لقيت بلد اسمها كرواساو او كرواسون، ما اعرفش. بلد اصلا مستعمره هولنديه. اللعيبه المحترفين اللي فيها، مش محترفين، اللي هم يعني معاهم جنسيات تانية، اللي هم محترفين في دول اخرى، ما بيختاروش الدوله دي ان هم يلعبوا باسمها. معاهم جنسيتين، بيختاروا يلعبوا لهولندا عشان هي مستعمره هولنديه. يعني عدد سكانها اصلا 155 الف. صعدوا كاس العالم. يعني الناس دي صعدت كاس العالم ب 155 الف نسمه. واللعيبه الجامده، مش هم مش جامدين يعني، بس اللعيبه اللي هم معاهم جنسيتين بيختاروا يلعبوا في هولندا، ما بيختاروش يلعبوا في كرواساو دي ولا اسمها ايه. كابتن حسام حسن، كابتن حسام بيلعب هنا شبين الكوم وطريق بنها الحر، وذلنا وطلع يزعق لنا وقال لك انتوا مش مصريين، انتوا مفيش حد فيكم عنده انتماء عشان بتهاجموني. انت متخيل كابتن حسام بيهاجمنا عشان عشان هو صعد كاس العالم واحنا بننتقد الاداء؟ قال لك انا عندي 2 محترفين وربع. كابتن حسام ايه بقى؟ طلع بيهرج، قال لك انا تنازلت، انا بضحي عشان مصر. عملت ايه يا كابتن حسام؟ خدت مليون جنيه بس في الشهر. انا بضحي. بصراحه كابتن حسام جو قديم وبلدي. بلدي تلعب على وتر، اصل مصر، اصل انا ضحيت، واصل اللي بيهاجمني مش مصري وما بيحبش البلد. انا مش عارف ايه علاقه ان انا لما اقول لك ان انت بتلعب وحش بان انا ما بحبش البلد. مش عارف ايه العلاقه. مش عارف يعني، انا مش عارف ايه الربط بين ان انت مش عارف تعمل خطه، مش عارف تعمل خطه بان انا مش وطني، بالحرب، بالعبور، ب 73. مش فاهم. بان انت راجل مش عارف تعمل خطه، مش عارف تلعب، مش عارف تروح تلعب اوزبكستان. يا كابتن، انت يا كابتن كرواسون دي صعدت كاس عالم يا كابتن، وهم ما عندهمش اي حاجه. عندهم 200 الف بني ادم في الشارع كده قاعدين. عند ده شبرا لوحدها يا كابتن فيها 40 مليون. انت بتجيب 200 الف صعدوا عادي. عادي. تقول لي محترفين وربع وبتضحي، تاخد مليون في الشهر وتقول لي اصل انا يا عم والنبي الله يهديك اهدى علينا. انا تعبت واتخنقت منك. وانت مش مدرب يا كابتن. انت مش مدرب. تقول لي اصل انا مش وطني. انا مش وطني عشان قلت لك انت ما تعرفش تلعب كوره. انت قصدي ما تعرفش تدرب. انت ما تعرفش تدرب. يعني انا كده مش وطني، يعني كده خلاص اروح اغير الباسبور، اشارك بجنسيه اخرى. يعني كده بقيت احتمل جنسيتين، وكده الجنسيه المصريه هتسقط مني، صح؟